النهارده إن شاء الله إحنا هنتكلم على أساسيات كتابة السياسة. ببساطة خالص، إحنا الأول قبل ما نتكلم على أساسيات كتابة السياسة لازم نفهم الأول هي إيه السياسة. السياسة باختصار يا باشمهندس عماد هي العقد الملزم بين الإدارة والموظفين، والهدف من السياسة ببساطة خالص بتوضح لك إيه المسموح وإيه الممنوع، ومين المسؤول عن إيه داخل الشركة، وايه اللي هيحصل لو الموظفين خالفوا اللوائح والقوانين. يبقى السياسة باختصار ده عقد ملزم بين الشركة او بين الإدارة والموظفين العاملين داخل الشركة، بيوضح لك ايه المسموح وايه الممنوع، ومين مسؤول عن ايه، يعني الادوار الوظيفية داخل الشركة، وايه اللي هيحصل لو خالفنا السياسات واللوائح والقوانين. يبقى الهدف من السياسة عموما هو منع العشوائية، منع العشوائية في اتخاذ القرار، منع العشوائية في تحديد الأدوار والمسؤوليات. يبقى ده مفهوم السياسة. يبقى احنا كده فهمنا ان السياسة ده عقد ملزم بين الإدارة والموظفين. تمام. طيب، بعد كده هنتكلم على الأساسيات اللي لازم تمشي عليها قبل ما تكتب أي سياسة. في أساسيات، مم. والأساسيات عندنا 5 أعمدة، 5 أعمدة رئيسيين لازم تكون فاهمهم وعارفهم، لأنهم أساس أي سياسة. أي سياسة هتفكر إنك تكتبها في أساسيات ليها. الأساسيات معانا 5 أعمدة رئيسيين لازم تكون فاهمهم وعارفهم. طيب، أول عمود معانا من ال5 حاجة اسمها الموائمة مع الاستراتيجية. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة خالص السياسة لازم تخدم أهداف الشركة. يعني ما ينفعش تكتب سياسة أمان تقفل كل حاجة داخل الشركة. لو الشركة في مرحلة نمو وتوسع، ما ينفعش انك انت تكتب سياسة امان تخنقك في مرحلة التطور بتاعتك. ما ينفعش. لازم تكتب سياسة مرنة. يعني ايه فيها مرونة؟ حتى في مثل بيقول لك لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، خليك مرن. نفس النظام هنا في كتابتنا للسياسة لازم تكون في حالة من حالات المرونة. ما ينفعش تكتب سياسة تقفل لك كل شيء. ما ينفعش. يبقى أول عمود معانا في الأساسيات اللي لازم تمشي عليها وأنت بتكتب أي سياسة، لازم تكون سياستك سياسة مرنة، يعني بتتوافق مع الأوضاع اللي ممكن تقع أنت فيها. ما تكونش سياسة جمودية ولا سياسة لينة، تكون سياسة مرنة. طيب، تاني حاجة معانا من الأساسيات اللي لازم تمشي عليها قبل ما تكتب أي سياسة الامتثال الإلزامي. السياسة مش اقتراح، انت ما بتكتبش اقتراح، مش بتقول انا بقترح عليكم. لا، السياسة دي إلزامية وبتبقى مكتوبة بشكل قانوني وبشكل إداري لجميع الموظفين داخل الشركة. يبقى السياسة إلزامية، انت بتحط قانون تمشي عليه الشركة. طب ليه؟ لأنك ببساطة لو انت النهاردة كتبت سياسة والسياسة بتاعتك دي حصل فيها مخالفات، هينتج عن المخالفات اللي انت عملتها غرامات وسوء سمعة وممكن سحب تراخيص. انا عايز اوضح لك حاجة بس كده يا باشمهندس، لازم أن تكون فاهمها في موضوع الامتثال الالزامي ده. انا وانت يوميا بنمتثل واحنا مش واخدين بالنا. سيبك من مجال الGRC، احنا يوميا بنمتثل واحنا مش واخدين بالنا. زي ايه؟ انا النهارده قمت لبست، فطرت وقمت لبست ونزلت، ركبت العربية بتاعتي رايح الشغل.
طبيعي وانت رايح الشغل بيبقى فيه لوحات استرشاديه في جانب الطريق بتقول لك ان السرعه المقرره مثلا 60. خلاص هي دي سياسه هيئه الطرق، انك لازم تمتثل لقانون هيئه الطرق في السرعه 60. طب لو انت خالفت السرعه، الرادار هيجيبك، هيبقى عليك مخالفه، المخالفه ينتج عنها غرامه، الغرامه هينتج عنها ممكن سحب تراخيص. طيب تمام. لو انت النهارده راكب العربيه بتاعتك وفي لوحه استرشاديه بتقول لك ان السرعه المقرره 60، وانت قمت سايق على سرعه 120 وفي حد معدي الطريق قمت خبطه بالعربيه مموته لا قدر الله، يبقى كده هيحصل عليك ببساطه خالص سوء سمعه، انت موتت شخص. مم. انت موتت شخص. يبقى السياسه ببساطه خالص الزاميه. السياسه، مبدأ السياسه الزامي مش اقتراح. احنا ما بنقترحش، احنا بنكتب سياسه الزاميه، ولكن لازم تكون ملزمه بشكل قانوني وبشكل اداري لجميع الموظفين. يبقى ده تاني عمود معانا في الاساسيات اللي لازم تمشي عليها قبل ما تكتب اي سياسه. اول حاجه الموائمه مع الاستراتيجيه. السياسه لازم تخدم اهداف الشركه. ما ينفعش ان سياسه الشركه انها بتقول لك مثلا خلال السنه دي احنا عايزين نجرو او ننمو بنسبه معينه، فما ينفعش ان انت تكتب سياسه مغلقه. لا، لازم تكتب سياسه مرنه. تاني حاجة الامتثال الإلزامي، بتكتب سياسة إلزامية، ما بتكتبش اقتراحات. ما بتقولش احنا بنقترح ان احنا هنكتب في السياسة كذا. لا، ده سياسة إلزامية توضح الأدوار والمسؤوليات واتخاذ القرارات والإجراءات اللي هتتخذها في حالة وقوع خطر. طيب بعد كده تالت عمود معانا الوضوح التام. ببساطة خالص أي موظف داخل الشركة مهما كان مستواه لازم يفهمها من أول مرة. ما هو انا النهارده بكتب سياسه وبعمل لها عمليه اعلام لجميع الموظفين داخل الشركه. ما سياسه هتحدد الادوار والمسؤوليات والصلاحيات وكل شيء. فانت ما تيجي تكتب سياسه لازم اي موظف مهما كان مستواه داخل الشركه لازم يفهمها من اول مره. يعني ما ينفعش تكتب سياسه لا فيها تعقيد ولا كلام انشائي. يبقى تالت عمود معانا الوضوح التام، سياسه واضحه موثقه وواضحه. يعني اي موظف تاني، اي موظف مهما كان مستواه لازم يفهمها من اول مره. يعني ما ينفعش تكتب سياسه لا فيها تعقيد، ولا ينفع تكتب سياسه عباره عن كلام انشائي. ما ينفعش تكتب سياسه 100 صفحه. ما ينفعش. ما ينفعش. انت بتكتب سياسه عباره عن قوانين، والقوانين لا تفسر بالمناسبه. يعني ما ينفعش تكتب سياسه مفسره، انت تكتب سياسه مفهومه. هقول لحضرتك على حاجه. الدستور الخاص بالدوله، هل الدستور ليه كتاب تفسير؟ ده سؤال. لا، ملوش كتاب تفسير. الدستور بيبقى عبارة عن قوانين ولوائح إلزامية. بيقول لك القانون رقم كذا إلزامي بيقول كذا كذا كذا. ملوش تفسير. الدستور لا يفسر. كذلك السياسة. السياسة الخاصة بالشركة لازم تكون لا ينفع فيها تعقيد، ولا ينفع انك انت تكتب كلام انشائي. انت بتكتب كلام توضيحي مفهوم لجميع الموظفين مهما كان مستواهم الفكري او العقلي. ده العمود الثالث معانا. طيب العمود الرابع معانا القابلية للتنفيذ. ما ينفعش تكتب حاجة مستحيل تطبقها. ما ينفعش تكتب سياسة مستحيل انك تطبقها. ما انا لسه قايل في الموائمة مع الاستراتيجية ما ينفعش تكتب سياسة مغلقة. لازم تكتب السياسة تخدم اهداف الشركة. في قابلية التنفيذ هنا ما ينفعش تكتب حاجة مستحيل انك تطبقها. يعني مثلا هديك مثال. ما ينفعش تكتب ان كل الموظفين لازم يتأكدوا من امان السيرفرات. ما ده مش دورهم. كل مم. الموظفين داخل الشركة لازم يشوفوا امان السيرفرات. ده ايه السياسة دي؟ دي مش سياسة.
لان من اهداف السياسه تحديد الادوار والمسؤوليات والصلاحيات، كل واحد له دوره، كل واحد عارف ايه مسؤولياته وعارف ايه الاجراءات اللي هيتخذها في حاله وقوع خطر. انا مهندس امن سيبراني، خلاص انا عارف دوري وعارف مسؤوليتي. حضرتك مهندس اي تي، خلاص انت عارف دورك ومسؤولياتك والاجراءات اللي هتتخذها في حاله وقوع خطر. يبقى انت بتكتب سياسه فيها قابليه للتنفيذ، statement of applicability، فيها سياسه مطبقه، تقدر تطبق الكلام اللي هتكتبه. ده العمود الرابع. يبقى العمود الرابع القابليه للتنفيذ. ما ينفعش تكتب سياسه مستحيل تتطبق. طيب، اخر عمود معانا المراجعه الدوريه. لازم السياسه تتغير كل فتره، كل سنه، كل سنتين، لان السياسه مش مقدسه، وانت المفروض كل سنه او كل سنتين بتتغير حسب القوانين الجديده او المخاطر الجديده. هوضح الصوره دي. احنا ليه بنعمل مراجعه دوريه للسياسه؟ لان المخاطر متغيره ومتجدده. يعني مثلا دلوقتي بقى في حاجه اسمها هجمات متقدمه، الاي بي تي، زي الزيرو دي مالوير. والزيرو دي مالوير دي ببساطه خالص ده شخص بيعمل عمليه هاكينج وبيقدر يدخل على النظام، وانت حضرتك ما تقدرش تكتشفه بالطرق التقليديه اللي احنا عارفينها في التعامل مع المخاطر اللي من النوع ده. أنا والهجمات زومة دي. المتقدمه دي ممكن الشخص المخترق يقعد سنه واتنين بيسرق في بيانات وانت ما تعرفش. فانت لازم تغير السياسه بتاعتك بصوره دوريه، كل سنه كل سنتين حسب المخاطر. حاجه تانية، احنا عايزين بس نعرف الاول انواع المخاطر. احنا عندنا مخاطر تشغيليه، عندنا مخاطر سيبرانيه، عندنا مخاطر امتثاليه، عندنا مخاطر قانونيه، عندنا مخاطر سمعه، عندنا مخاطر خارجيه. طيب ايه هي المخاطر التشغيليه؟ المخاطر التشغيليه بصوره مبسطه كده هو اكتر نوع من المخاطر بيحصل في الواقع اليومي. يعني اكتر نوع من المخاطر بتقع فيه الشركات هي المخاطر التشغيليه اللي لها علاقه بالواقع اليومي، زي ضعف في اجراءات، انقطاع خدمه. طيب عندنا مخاطر تانية زي المخاطر السيبرانيه، زي تسريب بيانات، زي رانسوم وير، زي عمليات فيشنج، دي كلها مخاطر سيبرانيه. في كمان مخاطر ماليه. المخاطر الماليه ببساطه خالص اي مشكله هتتعلق بالماليه هتكون في النوع ده من المخاطر. طيب زي ايه مثلا؟ زي عملاء ما بيدفعوش المستحقات الماليه اللي عليهم، زي مثلا عدم استقرار في اسعار العمله. ما الكلام ده كله بيحصل في مصر هنا وشايفينه. دي كلها مخاطر ماليه. عندنا كمان مخاطر قانونيه بسبب اهمال الموظفين، فاحنا تعرضنا لمشاكل قانونيه. عندنا كمان مخاطر امتثاليه، ان برضو في بعض من الموظفين او الشركه مش ممتثله بالصوره الكويسه، فاتعرضت لمخاطر امتثاليه. ما هو انا دلوقتي بمتثل ليه؟ علشان ما اتعرضش لمخاطر امتثاليه. طيب ايه المخاطر الامتثاليه؟ زي غرامات، سوء سمعه، سحب تراخيص، كل دي مخاطر عدم امتثال. عندنا كمان مخاطر خارجيه، ودي الشركه ما بيكونش ليها دخل. زي ايه؟ زي كوارث طبيعيه، زلزال، بركان، ايا كان، حروب، صراعات، برضو الشركه ما لهاش اي دخل. عندنا كمان مثلا في المخاطر الخارجيه، لو رئيس دوله اتشال، طبيعي اللوائح والقوانين او التشريعات اللي محطوطه في زمن الرئيس دي بتتشال معاه. فانت كشركه بتستنى لوائح وقوانين، وانك انت النهارده هتعمل ايه ما هو انت دلوقتي سياسه الشركه بتبقى سياسه داخليه وسياسه خارجيه، بتبقى سياسه متكامله. ما بتبقاش بس انت منغلق على نفسك وبتكتب سياسه خاصه بالشركه، لا، ده انت بتكتب سياسه ليها علاقه بالداخل وبالخارج. ما هو انت جزء
من الكل. الدولة تعتبر الكل، انت جزء منها. دلوقتي الدولة ليها لوائح وقوانين، يبقى لازم تحط في اعتبارك اللوائح والقوانين الخاصة بالدولة. يبقى دي انواع المخاطر. نرجع تاني للمراجعة الدورية. قلنا في المراجعة الدورية، وده من العمود الخامس الخاص بالاساسيات اللي لازم تمشي عليها قبل ما تكتب اي سياسة. قلنا ان السياسة مش مقدسة، لازم كل سنة او كل سنتين تتغير حسب القوانين الجديدة او المخاطر الجديدة. كل يوم في مخاطر جديدة. يعني مثلا ممكن ندي مثال، سنة 2020 ما كانش حد يعلم عن حاجة اسمها كورونا، ما حدش كان يعلم. حتى المعايير الدولية زي ايزو 27001 مثلا لعام 2018 ما كانش في حاجة اسمها سياسة العمل عن بعد. لما حصلت كورونا اتغيرت السياسات واتعمل ابديت على ايزو 27001 واتحط العمل عن بعد. ليه؟ لانهم هم حطوا في الاعتبار خلاص ان ممكن حاجة زي كورونا ممكن تيجي تاني تأثر على العمل. طيب النهارده احنا بنشوف صراعات وحروب، زي مثلا الحرب الإيرانية الأمريكية وبتأثر على دول الخليج. لسه شايفين من يومين في صاروخ وقع على مطار الكويت، ومن شهر صاروخ وقع على شركة أمازون في البحرين. فأنت المفروض بتاعتك السياسة بتاعتك ما تكونش متجمدة، لازم أن تكون مرن حسب الأوضاع اللي أنت فيها. دلوقتي في حرب، خلاص لازم تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة علشان تحد من خطورة الخطر ده. أنت دلوقتي في خطر واقع عليك زي الحرب ده. فببساطة خالص انت المفروض بتكتب سياسة مرنة عشان تقدر تتعامل مع الخطر ده. ما ينفعش تقول تكتب سياسة متجمدة. دلوقتي في حرب، لا هنودي الموظفين الشركة، الموظفين تيجي كل يوم الشركة. طيب ده احنا جنب الحرب، ما ينفعش، لازم الموظفين يشتغلوا عن بعد، لا لازم يجوا. دي سياسة متجمدة. لازم أن تكون بقى سياستك مرنة. في حرب خلاص ما فيش مشاكل، الناس تشتغل عن بعد. ما ينفعش ابقى في مثلا حرب زي اوكرانيا وروسيا. اكيد في اماكن النزاع اللي بتحصل فيها الحرب حاليا كان في شركات. هل الشركات موجوده حاليا؟ ابدا. ما ينفعش تكون متجمد، لا انا مش هشيل الشركه، مش هنقل الشركه بتاعتي من مثلا المنطقه دي لمنطقه تانية، مش هشيلها، مش هنقل الشركه. دي سياسه متجمده. لا، تكون سياستك مرنه حسب الاوضاع. الوضع مش مريح خلاص، لازم سياستك تكون مرنه في التعامل مع المخاطر. لا تكون لين ولا تكون صلب، تكون مرن مع الأوضاع. يبقى ببساطة خالص قلنا دلوقتي الأساسيات اللي لازم تكتبها أو تمشي عليها قبل ما تكتبها في السياسة. قلنا 5 أعمدة. أول عمود الموائمة مع الاستراتيجية، تاني عمود الامتثال الإلزامي، تالت عمود الوضوح التام، رابع عمود القابلية للتنفيذ، خامس عمود المراجعة الدورية. وشرحنا كل جزء فيه الأساسيات اللي لازم تمشي عليها قبل ما تكتب أي سياسة. بعد كده هنتكلم على هيكل السياسة. السياسة بتتكون من إيه؟ بوضوح كده يا باشمهندس عماد، أي سياسة محترمة مكتوبة لازم بتتكون من 9 أجزاء بالترتيب. وخد بالك من النقطة دي، إن كل جزء من اللي أنا هشرحه دلوقتي ليه مهمة محددة. احنا دلوقتي بنتكلم على الهيكل التنفيذي للسياسة. طيب الجزء الأول بنسميه كده الهيدر أو رأس السياسة. طيب رأس السياسة دي بتحتوي على إيه؟ أول حاجة بتحتوي على اسم الشركة، والشركة دي شغالها إيه؟ يعني مجالها إيه؟ مجال عملها إيه؟ تالت حاجة بتكتب اسم السياسة، واسم السياسة لازم يكون واضح.
يعني انا مثلا هكتب سياسة التحكم في الوصول، دي تكون سياسة سرية. يبقى السياسة اما تيجي تكتبها لازم أن تكون واضحة، اسم السياسة لازم يكون واضح. ببساطة خالص، دلوقتي احنا قلنا الجزء الاول ده الهيدر بتاع رأس السياسة، بيكون في ايه؟ بيكون في الاسم الكامل للشركة ومجال عملها. تاني حاجة اسم السياسة لازم يكون واضح، زي مثلا احنا النهاردة هنكتب سياسة التحكم في الوصول، ونحدد هل هي سرية ولا معلنة ولا سرية للغاية مثلا. بعد كده بتدي ترميز للسياسة، لان احنا عندنا سياسات كتير، فانت لازم ترمز السياسة. تقول ان رقم السياسة ده مثلا 3 على مثلا، وتحدد الاصدار ده الفيرجن رقم كام من السياسه ده. ما احنا قلنا ان انت بتعمل مراجعه دوريه. طب ليه بتعمل مراجعه دوريه؟ علشان السياسه متغيره كل سنه او كل سنتين بتتغير السياسه. طيب يبقى انت هنا في رأس السياسه لازم تحدد اصدار السياسه، هل ده الاصدار، هل الفيرجن ده الفيرجن الاول ولا الثاني ولا الثالث من السياسه. بعد كده بتحدد تاريخ سريان السياسه دي، الشركه هتتعامل بيها من امتى، او تاريخ الموافقه على السياسه. وبرضه بتحدد في رأس السياسة تاريخ المراجعة، تاريخ المراجعة القادم. مثلا أنا قلت إن المراجعة الدورية كل سنة كل سنتين، طبقا للمخاطر الجديدة أو التغيرات الخاصة بالشركة، فأنت لازم هتغير السياسة. يبقى أول حاجة رأس السياسة هتحتوي على اسم الشركة كامل ومجال عملها. تاني حاجة اسم السياسة لازم يكون واضح، وهل هي سرية ولا معلنة. تالت حاجة رقم السياسة، لازم ترمز السياسة لأن احنا عندنا سياسات كتير، فانت لازم ترمز السياسه رقم كام السياسه دي. كمان لازم تحدد الاصدار بتاع السياسه، هل ده الفيرجن الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر. وبرضه في راس السياسه بتوضح تاريخ السريان، تاريخ الموافقه بتاع السياسه. السياسه دي هيتم الاعمال بها داخل الشركه من امتى. اخر حاجه تاريخ المراجعه القادم، قلنا مثلا كل سنه كل سنتين، على حسب الشركات هي اللي هتوضح هتراجع امتى وتغير وتحدث في سياستها كل قد ايه. طيب احنا قلنا ان هيكل السياسه بيتكون من 9 اجزاء كده. اول جزء اتكلمنا فيه اللي هو رأس السياسه الهيدر. طيب الجزء الثاني من الهيكل بتاع السياسه هو الغرض من السياسه، لانك انت هنا في الجزء الثاني اللي هو الغرض من السياسه انت بتجاوب على السؤال احنا ليه كاتبين السياسه دي، او احنا ليه هنكتب السياسه دي. فانت لازم توضح الغرض من السياسه اللي انت هتكتبها. يعني مثلا قلنا ان احنا هنكتب سياسه خاصه بالتحكم في الوصول، فانت كده هتوضح في عملية التوثيق اللي انت هتوثقها الغرض من السياسة. فانت هتقول والله الغرض مثلا من سياسة التحكم في الوصول هو حماية بيانات الشركة والأنظمة من الوصول غير المصرح به، وضمان ان كل شخص لديه اقل الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه مربوطة بمبدأ نيد تو نو، الوصول للحاجة الى المعرفة. اللي انت محتاجه بس هو اللي توصل له. لازم توضح الغرض من السياسة اللي هتكتبها. يبقى تاني جزء معانا من الأجزاء ال9 هو الغرض من السياسة. لازم تجاوب على سؤال احنا ليه بنكتب السياسة دي. تالت جزء معانا هي عملية السكوبنج، عملية تحديد النطاق. بتحدد او بتوثق مين اللي السياسة دي بتطبق عليه بالظبط. يعني مثلا احنا دلوقتي كشركة هنكمبلاينس مع ايزو 27001،
فانت اما تيجي تسال هتقول كده هنطبق ايزو 27001 ده على ايه؟ على قسم معين من الشركه، ولا على الشركه ككل، ولا لو شركه وليها كذا فرع على فرع واحد من الشركه؟ فانت هنا في عمليه السكوبنج او عمليه تحديد النطاق بتحدد مين اللي السياسه هتطبق عليه بالظبط. يعني مثلا انت كده بتوضح لي ان السياسه دي هتطبق على مين. فانت هنا لما بتيجي تكتب سياسه مثلا بتوضح، بتقول والله مثلا تطبق هذه السياسه على جميع موظفين الشركه بنظام مثلا العقود ككافه، والجهات الخارجيه مثلا الذين لديهم حق الوصول الى شبكه الشركه او بياناتها او مقراتها. اللي انا بتكلم فيه ده دي السياسه العامه. يعني انت دلوقتي احنا بنتكلم في السياسه العامه في هيكل السياسه، احدد مين اللي هطبق عليه السياسه دي. رابع جزء معايا في الاجزاء التسعه هي الريفرنس او المراجع. اي سياسه بتبنى على قوانين ولوائح ومعايير وسياسات تانية. ولازم يا باشمهندس عماد تفهم النقطه دي. انت كجي ار سي انت صانع قرار ولكن مقيد بضوابط واطارات عمل محدده. لازم الكلمه دي تكون في دماغك طول ما انت في المجال. صناعه القرار بتاعتك الديسيشن ميكنج مقيده بضوابط واطارات عمل محدده. طب يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا هنا في الريفرنس ان اي سياسه بتتبني على قوانين او على معايير او سياسات تانية. يعني مثلا احنا دلوقتي كنا بنتكلم على سياسه التحكم في الوصول. فاحنا لما نيجي نكتب السياسه هيقول لك ايه الريفرنس او المراجع بتاعتك اللي انت هتكتب عليها السياسه دي. فانت تقول له والله تستند هذه السياسه الى ايزو 27001 في البند رقم ايه 9 في الملحق الف في البند التحكم في الوصول. طيب لو احنا ممتثلين لجي دي بي ار اللي هي اللائحه العامه لحمايه البيانات الاوروبيه اللي هي الجنرال داتا بروتكشن ريجيليشن، هتقول له والله تستند هذه السياسه الى جي دي بي ار في الماده رقم 25 اللي هي ماده التحكم في الوصول، وان السياسه بتاعت الشركه قبول المخاطر الخاصه بالشركه وتدي رقم السياسه. احنا قلنا في الجزء الاول انك انت بتعمل عمليه ترميز للسياسه. يبقى الجزء الرابع المراجع. اي سياسه بتبنى على قوانين او على معايير تانية، لانك انت كصانع قرار انت ديسيشن ميكنج. ولكن انت الاول لو اتكلمت مع حضرتك وقلت لك قول لي مخاطر كنت بتقابلها في القسم بتاعك وكنت بتواجهها ازاي، هتقول لي كنت بواجهها بشكل عشوائي. لكن انت النهارده مادام هتتعامل بفكر الجي ار سي، الجي ار سي فكر وليس مجال. الجي ار سي فكر وليس مجال. انا ممكن ببساطه خالص انتهك فكر الجي ار سي ولكن انا شغال اي تي عادي. طيب هنتهك فكر الجي ار سي في ايه؟ في امور كتير. ان انا لو احتجت حاجه ببساطه هوثقها مش هتكلم شفه. ما يقال شفهيا لا يعتد به. لان انت النهارده مثلا حضرتك مانجر، حضرتك مدير اي تي. لو انا النهارده جيت لك موظف تحت حضرتك وجيت بطلب منك ميزانيه معينه لشراء ادوات خاصه بقسم الاي تي، فقلت حضرتك قلت لي ماشي ماشي تمام تمام هنبقى نشوف الموضوع. فجه خطر الخاص بالادوات اللي انا كنت هشتريها عشان احد من الخطر ده زاد او الامباكت بتاعه عالي. فجه مالك الاصل بيقول انتوا ما حلتوش الخطر ده ليه؟ فانا اقول له والله يا باشمهندس ده انا كلمت باشمهندس عماد عشان يوفر لي او يوافق على ميزانيه معينه علشان نجيب الادوات دي، بس هو ما يعني كبر دماغه. فباشمهندس عماد هيقول لا انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده.
انا ما حدش قال لي حاجه. يبقى انت دلوقتي بتعفي نفسك من المخالفات اللي من النوع ده بعمليات توثيقيه. انا دلوقتي عايز حاجه هوثقها، امضي يا باشمهندس عماد. ده فكر جي ار سي عشان تعفي نفسك من المسؤوليه. طيب، انتهك فكر الجي ار سي في عمليه تقييم المخاطر. احنا عندنا تقييم مخاطر نوعي وتقييم مخاطر كمي. تنتهك فكر الجي ار سي في عمليه ترتيب الاولويات، انهي خطر اللي المفروض تعالجه بشكل مبدئي. احنا دلوقتي عندنا مخاطر لان احنا عندنا مصفوفات، مصفوفة 3 في 3، 5 في 5، 6 في 6. طيب ايه المصفوفات دي؟ مصفوفة 3 في 3 يعني انا بقول كشركة انا ممكن اقع في مخاطر لو مصفوفة 3 في 3 تحد اقصى 9 مخاطر في الواقع اليومي التشغيلي. يعني انا شركة مثلا ستارت اب، فطبيعي جدا المخاطر بتاعتي في الاول مش هتبقى كتير. فخلاص مصفوفة 3 في 3 هي بتوضح ان اقصى مخاطر ممكن اقع فيها في الواقع اليومي 9 مخاطر كحد اقصى. لكن مصفوفة 5 في 5 أو 6 في 6 يعني أنا بقول ممكن أقع في الواقع اليومي لحد 25 خطر أو 36 خطر. وده حقيقي بالمناسبة، الشركات الكبيرة بتواجه لحد 36 خطر في الواقع اليومي. فأنت النهاردة ببساطة خالص لازم تنتهج فكر الجي ار سي في كتابة السياسة. برضه لازم تنتهج فكر الجي ار سي في عملية المعالجة. احنا عندنا 4 استراتيجيات للتعامل مع بند المعالجة: نقل، قبول، تجنب، تخفيف. فهنا الجي ار سي هو فكر وليس مجال. فانت دلوقتي لما تيجي تتكلم على هيكل السياسه بيبقى فيه ريفرنس، بيبقى فيه مراجع مبني عليها السياسه دي. لانك تاني وما تنساش ابدا انت كصانع قرار مقيد بضوابط واطارات عمل محدده. يبقى اي سياسه بتتبني على قوانين او على معايير او سياسات تانية زي ايزو 27001، زي جي دي بي ار، زي بي سي اي دي اس اس، ايا كان المعيار. طيب، الجزء الخامس من الأجزاء التسعة في هيكل السياسة هو المصطلحات. لأن في كلمات أي حد ممكن يفسرها غلط، فأنت لازم توضحها تكتبها. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عارفين الوصول الغير مصرح به. طيب دلوقتي لو انت كتبت في السياسة الوصول المصرح به، مش الغير مصرح به، المصرح به، فانت لازم توضح ايه هو الوصول المصرح به ده يعني ايه. فانت توضح ان الوصول المصرح به يعني الدخول للأنظمة بعد الحصول على موافقة خطية من مدير الأمن. فانت لازم توضح كلمات ممكن تفسر بشكل غلط. لازم مثلا لما تيجي توضح البيانات الحساسة في كتابة السياسة بتاعتك لازم توضح انهي جزء او انهي بيانات حساسة خاصة بالشركة. فانت هتوضح تقول والله البيانات الحساسه دي زي المعلومات الشخصيه للعملاء، البيانات الماليه، الملكيه الفكريه، لان الشركه هي عباره عن ملفات ومعلومات وبيانات حساسه كتير جدا. لكن احنا دلوقتي بنكتب سياسه وقلنا في عمليه تحديد النطاق انت هتطبق السياسه دي على ايه بالظبط. يبقى عمليه السكوبنج هي اللي هتحدد لك انت هتطبق السياسه على ايه، هتكتب السياسه على انهي مبدأ. يبقى الجزء الخامس من الأجزاء التسعة المصطلحات. الجزء السادس معانا وده قلب السياسة نفسه. يبقى الجزء السادس هو ده قلب السياسة، ودي السياسة نفسها. السياسة نفسها بتكتبها ازاي؟ هنا في الجزء السياسة نفسها انت بتكتب القواعد بالتفصيل، وكل قاعدة بتكون في سطر منفصل وبلغة الأمر. احنا قلنا حاجة مهمة،
في كتابتك للسياسة انت بتكتب سياسة إلزامية قانونيا وإداريا على جميع الموظفين. يبقى انت لما تيجي تكتب سياسة هتكتبها بلغة الأمر. يعني مثلا هتقول يجب على، ما ينفعش يتعمل. دي سياسة أمر. انت ما بتكتبش سياسة اقتراحية المفروض نعمل، ما فيش الكلام ده. يجب ويلزم وما ينفعش. دي سياسة إلزامية. يعني مثلا ممكن ندي مثال. اما تيجي تكتب سياسة خاصة باستخدام كلمة المرور، فانت تكتب كده: يجب على الموظفين استخدام كلمة مرور لا تقل عن 12 حرف وتحتوي على أرقام وحروف ورموز. لما تيجي تكتب سياسة خاصة بتغيير كلمة المرور، يجب عملية إلزامية. انت بتحدد سياسة إلزامية. يجب تغيير كلمة المرور كل 90 يوم. طيب لو هتكتب سياسة خاصة بمشاركة كلمة المرور، هتكتب كده: يمنع منعا باتا إلزامي. يمنع ده بشكل أمر إلزامي. يمنع منعا باتا مشاركة كلمة المرور مع أي شخص تحت أي ظرف. طيب مثلا لو هنتكلم أو هنكتب سياسة خاصة بالسيزون تايم أوت، يجب قفل شاشة الجهاز تلقائيا بعد 5 دقائق من عدم النشاط. يبقى أنت دلوقتي اما بتيجي تكتب السياسه، وعايز بقى نفهم بقى الكلام الصح. انا دلوقتي عايز السياسه، عايز اعرف السياسه دي بتتكتب ازاي. اول حاجه تكون لازم تكون فاهمها ان انت هنا بتكتب القواعد الخاصه بالسياسه بالتفصيل، وبتكتبها بلغه الامر الالزامي. ما ينفعش تكتبها بلغه الامر الاقتراحي. انا بقترح. مفيش اقتراح، انت بتكتب سياسه، والسياسه هتكون ملزمه. لانك انت دلوقتي بتتكلم على عمليه كومبلاينس، عمليه امتثال. الجزء السابع معانا في الأجزاء التسعة الخاصة بهيكل السياسة. احنا هنا بنتكلم على الرولز والريسبونسبيلتي اللي هي المسؤوليات والأدوار. لازم تحدد في السياسة مين هيعمل ايه، لأن من غير الجزء ده السياسة هتضيع. ما هو انت قلنا دلوقتي الهدف من السياسة في بداية الكلام ايه؟ هو منع العشوائية. العشوائية في ايه؟ في تحديد الأدوار والمسؤوليات واتخاذ القرار والإجراءات في حالة وقوع خطر. أمنع العشوائية. يبقى أنا الجزء السابع من كتابة السياسة أو من هيكل السياسة المسؤوليات. مين هيعمل إيه؟ لأن تاني من غير الجزء ده السياسة نفسها هتضيع. فأنت لازم توضح في كتابتك للسياسة مين هيعمل إيه. يعني تقول مثلا الإدارة التنفيذية لازم تكون مسؤولة عن الموافقة عن السياسة وتوفير الدعم اللازم لتطبيق السياسة دي. والكلام ده موجود في ايزو 27001 في بند رقم 7، بند الدعم في البنود العشرة التنفيذية. في عندك بند اسمه بند الدعم. وبينص بند الدعم ان الإدارة العليا لازم تدعم السياسة وتحدد الميزانية وتوفرها لتطبيق السياسة دي. يبقى الإدارة التنفيذية أو الإدارة العليا أو مجلس الإدارة لازم يوافق على السياسة ويوفر الدعم المادي اللازم لتطبيقها. طيب برضو في كتابتك للسياسة ببساطة خالص انت عندك سيزو اللي هو CISO اللي هو مدير امن المعلومات. مدير امن المعلومات ده مسؤول عن مراجعة السياسة بشكل سنوي وبيفرض عقوبات على المخالفين. فانت هنا ببساطة خالص لازم تبقى عارف الادوار والمسؤوليات بتاع كل شخص وتحددها في كتابتك للسياسة. طيب انت دلوقتي الشركة فيها موظفين.
الموظفين بيكونوا مسؤولين عن قراءة السياسة، لأنك أنت بتعمل سياسة إلزامية إجبارية معلومة للجميع، لأن كل الناس هتقراها، عشان أبقى عارف دوري، عارف مسؤوليتي. فهنا الموظفين بيكونوا مسؤولين عن قراءة السياسة والتوقيع على الالتزام بيها والإبلاغ عن أي خرق خلال 24 ساعة. يعني لو في أي حاجة غلط في السياسة يبلغوا عنها علشان تتعدل. طيب، الجزء الثامن معانا الامتثال والعقوبات. يبقى الجزء الثامن معانا من هيكل بناء السياسة هو الامتثال والعقوبات، وده أهم جزء في هيكل السياسة. طيب ليه؟ علشان الناس تاخد السياسة بجدية بمحمل الجد. ليه؟ لأن أي مخالفة للسياسة هتعتبر كارثة على الشركة. فأنت لازم لما تيجي تكتب سياسة توضح إن أي مخالفة للسياسة اللي أنت كتبتها هتعتبر مخالفة تأديبية. يعني أي شخص داخل الشركة هيخالف السياسة هيتعرض لمخالفة تأديبية. وكمان لازم توضح العقوبات، ان تبدأ العقوبات مثلا من انذار كتابي، يعني انا هنذرك كموظف مرة واحدة، وبعد كده مثلا اقول لك هحرمك من العلاوة، لحد اخر حاجة الفصل المباشر في حالات الخرق الجسيم الكبير. زي مثلا لو حصل ان موظف عمل حاجة غلط فسربت بيانات العملاء، فانا هنا لما باجي اكتب السياسة لازم احط الجزء الثامن من هيكل السياسة وهو الامتثال والعقوبات. اخر جزء معانا وهو الجزء التاسع وهو التعديلات والاصدارات. واحنا هنا بنتكلم على الفيرجنز. قلنا انك انت دلوقتي في عملية المراجعة الدورية الهدف منها انك انت بتعمل ابديت للسياسة. يعني مثلا هتقول مثلا انت النهاردة 5/6/2026 ده الإصدار الأول من سياسة التحكم في الوصول. إن شاء الله السنة الجاية في 5/6/2027 هيضاف مثلا بند جديد أو هتتعدل السياسة، أو هيتعدل الإصدار الخاص بالسياسة. فأنت هنا هتعمل جدول داخل السياسة بتعديلك للإصدارات أو الإضافات. الكلام ده معمول فين؟ في ال NCA. ال NCA بيتكون من فور دومينز، والملحق ألف وب وج. الملحق ج هو الريفرنس، التعديلات والإصدارات اللي تمت على المعيار. يعني هو قدم لك مراجع للتعديلات والإصدارات اللي حصلت على المعيار. ما هو NCA سنة 2018 وحصل عليه أبديت لعام 2024، فهو لازم يوضح لك التعديلات والإصدارات اللي تمت على الإصدار القديم، إيه التعديلات اللي حصلت. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا على هيكل السياسة بيتكون من 9 أجزاء. طيب، بعد كده احنا هنتكلم على الخطوات العملية لكتابة السياسة من الصفر. الخطوة الأولى لازم تعرف انت بتكتب لصالح مين. يعني انت أول خطوة هتعملها لازم تسأل الإدارة ايه المخاطر اللي انتوا قلقانين منها. يعني مثلا الإدارة هتقول لك والله احنا قلقانين من سرقة بيانات، من غرامات قانونية. كمان تسأل الموظفين ايه المشاكل اللي انتوا بتواجهوها يوميا. فمثلا هيترد عليك يقول لك والله ضعف اجراءات، صلاحيات كتيره جدا. بعد ما تعرف انت بتكتب لصالح مين لازم تقرا القوانين والمعايير الالزاميه للشركه، تشوف الشركه بتكمبلاينس لمعايير ايه. يعني في شركات تمتثل لايزو 27001، شركه تانية لايزو 31000، شركه ثالثه للان سي اي، شركه رابعه للساما، شركه رابعه للجي دي بي ار. فانت هنا بعد ما تعرف انت بتكتب لصالح مين لازم تقرا القوانين والمعايير الالزاميه للشركه. الشركه بتكمبلاينس معايير ايه.
لان ببساطه السياسه اللي انت بتكتبها لازم تكون حرفيه، متوافقه مع المواد القانونيه. يعني مثلا على سبيل المثال، لو في ماده بتقول داخل معيار الزامي ان يجب حفظ البيانات لمده 3 سنوات، لازم تكتب في السياسه الجزء ده بشكل حرفي. يبقى انت تاني، لو عندك ماده قانونيه موجوده في معيار الزامي او في قانون الزامي، لازم تكتبها داخل السياسه اللي انت هتكتبها بشكل حرفي. لان تاني، انت صناعه القرار بتاعتك مقيده بضوابط واطارات عمل ولوائح وقوانين معينه. مقيده. انت مقيد. انت ما بتكتبش من دماغك. انت في ريفرنس بترجع لها. الريفرنس دي عباره عن قوانين ولوائح ومعايير. يبقى الخطوه الاولى تعرف انت بتكتب لصالح مين. الخطوه الثانيه تقرا القوانين والمعايير بشكل، المعايير الالزاميه. لانك لما هتيجي تكتب السياسه لازم تكون حرفيا متوافقه مع المواد القانونيه. طيب الخطوه الثالثه الصياغه، ده النمط اللي انت هتمشي عليه. قلنا دلوقتي اول حاجه انك انت لازم تستخدم فعل الامر. يجب، يمنع، يتحمل، يمنع بتاتا. يبقى اول شيء لما تيجي تكتب سياسة أو النمط اللي هتمشي عليه في كتابة السياسة، أول حاجة هتستخدم فعل الأمر. يجب على، يمنع منعا باتا، يتحمل الموظف. ده كله أمور إلزامية بصيغة الأمر. ولازم تبعد عن سياسة الاقتراحات. يعني إيه؟ يعني ربما، يفضل، يمكن. دي مش سياسة. السياسة مش عبارة عن اقتراحات وتوصيات. السياسة بتتكتب بشكل إلزامي وبأسلوب الأمر الواقع، بأسلوب الأمر. لازم تكتب سياسة تكون وتستخدم فيها أسلوب الأمر الإلزامي. وكل جملة من اللي أنت هتكتبها لازم تتكلم عن حاجة واحدة بس. فأنت مثلا ممكن ندي مثال. يعني مثلا في استخدام كلمات المرور اللي أنا لسه قايلها من شوية. يعني ما ينفعش تكتب سياسة بالشكل ده. ما ينفعش تكتب سياسة بتقول والله يجب على الموظفين استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها من وقت لآخر والإبلاغ عن أي مشكلة. ده كله كلام ناقص. ده كلام ناقص. انت لما تيجي توضح مثلا سياسة خاصة بكتابة كلمات المرور، فانت هنا ببساطة هتكتب الجملة الأولى. هتقسم كده السياسة بتاعتك خاصة بكتابة كلمة المرور لجمل. الجملة الأولى يجب أن تتكون كلمة المرور من 12 حرف على الأقل. الجملة الثانية يجب تغيير كلمة المرور كل 90 يوم. الجملة الثالثة يجب الإبلاغ عن أي اشتباه في اختراق كلمة المرور خلال ساعة واحدة. أنت كده قسمت السياسة لجمل. ما ينفعش ترص كلام إنشائي. قلنا الكلام ده. ما بكتبش سياسة لا بتعقيد ولا كلام إنشائي. أنا بكتبها بالجمل. لأن تاني، أنت بتتكلم أو بتكتب سياسة بتعبر عن نفسها. أنا مش مستنى إن أنا أفسر. هي لازم أن تكون مفسرة نفسها الكلام. لأن أنا مش هكتب سياسة وأعمل لها بلاي بوك ولا أعمل لها كتاب يفسرها. أنا بكتب سياسة واضحة. الجملة الأولى يجب على أن تتكون كلمة المرور من 12 حرف على الأقل. الجملة الثانية يجب تغيير كلمة المرور كل 90 يوم. الجملة الثالثة يجب الإبلاغ عن أي اشتباه في اختراق كلمة المرور خلال ساعة واحدة. كده أنا كتبت السياسة بمبدأ الجمل. الخطوة الرابعة في الخطوات العملية لكتابة السياسة: اعرض السياسة على جهات المراجعة.
فانت لازم تعرضها على القانونيين داخل الشركه عشان يتاكدوا ان هي ما بتخالفش عقود العمل او القوانين واللوائح. ما انا لسه قايل ان السياسه او كتابتك للسياسه مقيده بضوابط واطارات عمل وقوانين ولوائح معينه. فانت دلوقتي لازم تعرض السياسه اللي انت كتبتها على جهات المراجعه. طيب مين جهات المراجعه؟ القانونيين، عشان يتاكدوا ان السياسه اللي انت كتبتها ما بتخالفش عقد العمل ولا القوانين. لازم تعرضها كمان على التقنيين عشان يتاكدوا ان هي قابله للتطبيق. يعني ما ينفعش تكتب سياسه بشكل مستحيل ان هي تتطبق، والكلام ده انا قلته فوق. يبقى انت لما تيجي تعرض السياسه، اول حاجه هتعرضها على القانونيين، بعد كده هتعرضها على التقنيين عشان يتاكدوا ان هي قابله للتطبيق بشكل تقني. يعني ما ينفعش تكتب حاجه مستحيل. كمان لازم تعرضها على الموارد البشريه عشان يتاكدوا ان العقوبات مناسبه. بعد كده لازم برضو من جهات المراجعه المكتب الاداري عشان تعرف مين هيوقع على السياسه دي. يبقى دلوقتي احنا عندنا مجموعة خطوات علشان تعرض السياسة على جهات المراجعة. الخطوة الخامسة من الخطوات العملية لكتابة السياسة ببساطة لازم يحصل عملية موافقة على السياسة. يبقى الخطوة الخامسة إدارة الموافقة. فأنت لازم تعرض السياسة على الإدارة التنفيذية، السي او مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، ولازم كمان تاخد منهم موافقة خطية رسمية سواء بالإيميل أو بنظام إلكتروني. لانك انت لو ما عملتش الكلام اللي انا بقوله ده، السياسه اللي انت كتبتها دي بدون توقيع من الاداره العليا تعتبر مجرد ورقه لا يسري عليها التطبيق. لازم الاداره العليا تدعم السياسه. الخطوه السادسه من الخطوات العمليه لكتابه السياسه هو النشر والاعلام والاقرار بيها. لازم يحصل عملية نشر للسياسة في مكان واضح للجميع، زي مثلا تكتب السياسة وتعلق في مدخل الشركة أو على سيرفر داخلي أو على تطبيق، بحيث إن جميع الموظفين يحصل لهم عملية إعلام. كل واحد يبقى عارف إيه دوره، إيه مسؤولياته، إيه اللي عليه، إيه العقوبات اللي هتتم على الموظف المخالف. لازم توضح الكلام ده كله. كمان لازم تعمل عملية تريننج، عملية تدريب قصير لكل السياسات، مش لكل سياسة. يعني تدرب الموظفين على السياسات اللي انت كتبتها عشان ما يخالفوش. ما هو انا النهارده لو انا عندي موظفين وانا كتبت السياسة بس هم ما عندهمش علم هتطبق ازاي، فانت ببساطة خالص هتطلب عملية تريننج للموظفين بحيث ان انت دلوقتي تعمل لهم عملية تدريب وفهم ووعي عشان تعرف تطبق السياسة. ما هو انت هتطبق السياسه دي على موظف ما عندوش علم بيها ازاي هيطبقها، فانت لازم تدربه على السياسه اللي انت كتبتها. وبعد التدريب اخلي كل موظف يوقع على اقرار. ليه؟ يعني لازم تاخد منه اقرار ان هو انا فلان الفلاني اقر باني قرات مثلا السياسه واتدربت عليها وفهمتها واتعهد بالالتزام بها واعلم ان مخالفتها تؤدي الى عقوبات تصل الى الفصل. لازم هو يوقع على سياسه مكتوبه على بند في السياسه مكتوبه بالشكل ده. انت خلاص دلوقتي بقى عندك فهم ووعي وادراك وتدريب ببنود السياسه وهتطبق ازاي. فانت لازم تكتب لي اقرار بالموافقه. يعني انا النهارده اكتب سياسه وموظف يعمل كارث يجي يقول لك انا ما اعرفش ما حدش قال لي. لا، انا دلوقتي كتبت السياسه عايز اطبقها، اخد اقرار من الموظفين ان دلوقتي هم اتدربوا وفهموا فهم لازم يلتزموا. اخر خطوه معانا برضو في
الخطوات العمليه لكتابه السياسه هي المراجعه الدوريه. لازم تحدد موعد للتقييم، يعني كل سنه لازم تراجع السياسه وتسال نفسك هل ظهرت قوانين جديده، لان تاني انت كصانع قرار مقيد بضوابط واطارات عمل محدده، سواء اللوائح دي لوائح داخليه، يعني مثلا انت كشركه بتكون ملتزم بقوانين محليه. يعني مثلا البنوك على سبيل المثال، البنك لما بيجي بيمتثل لقوانين محليه خاصه بالدوله وقوانين دوليه، زي مثلا نظام سويفت، القوانين الخاصه بنظام سويفت. طب ايه هو نظام سويفت؟ ده خاص بالتحويلات البنكيه الخارجيه بين الدول وبعضها. ده نظام امريكي بيقر قوانين بين ارسال او التحويلات الدوليه بين الدول وبعضها. فدلوقتي البنك بيمتثل لقوانين داخليه وخارجيه، فانت لازم تتابع وضع القوانين، هل حصل قوانين جديده؟ ده بالنسبه لو قوانين محليه او قوانين خارجيه. وتسال نفسك على الوضع الداخلي للشركه، هل مثلا حد من الموظفين اشتكى من جزء في السياسه مثلا؟ هل حصل خرق امني خلانا نعدل حاجه في السياسه؟ فانت لازم تعمل عمليه مراجعه دوريه، ودي الخطوات العمليه لكتابه السياسه من الصفر. طيب، في اخطاء في كتابه السياسه، والاخطاء دي انا بعتبرها، حتى انا كاتبها هنا، هي اخطاء قاتله. طيب ازاي؟ ممنوع ان انت تكتب سياسه عامه للشركه بشكل فضفاض. ما ينفعش تكتب سياسه عامه فضفاضه، ما ينفعش. زي ايه مثلا؟ ان انت مثلا تكتب سياسه يجب على الموظفين الحفاظ على الامان، دي مش سياسه، دي نصيحه. احنا قلنا دلوقتي ممنوع انك تكتب سياسه بمبدأ التوصيات او الاقتراح. لما اكتب لهم سياسه فضفاضه زي يجب على الموظفين الحفاظ على الامان، دي توصيه، دي مش سياسه. الخطأ الثاني انك انت تنسى الجزء بتاع مين يتحمل ايه، بتاع هو الجزء الخاص بالادوار والمسؤوليات من الاجزاء التسعه اللي اتكلمنا عليها في هيكل السياسه. ممنوع تنسى الجزء بتاع الادوار والمسؤوليات، مين هيتحمل ايه، لان بدون مسؤوليات محدده كل واحد هيلوم التاني. ما انا لسه قايل لحضرتك فوق، لو انا النهارده في مشكله او في خطر مستدعي ميزانيه معينه عشان نجيب اداه معينه تواجه الخطر ده، فانا جيت كلمت حضرتك بشكل شفهي، قلت لك والله يا باشمهندس احنا محتاجين ميزانيه عشان نشتري اداه معينه، قلت لي كبر دماغك دلوقتي معناش ميزانيه. فجي الامباكت بتاع المشكله او الخطر ده عالي. فدلوقتي مثلا ملك الاصل هيجي مين، ايه السبب ان الخطر ده يعلى، يقول ليه ما واجهتوش؟ فانا اقول والله ده انا كلمت المهندس عماد عشان يوفر لي ميزانيه اشتري اداه معينه وهو ما وفرليش. تقول انا ما اعرفش حاجه، ما قاليش حاجه. يبقى هنا في السياسه توضح المسؤوليات والادوار، لان بدون مسؤوليات محدده كل واحد فينا هيلوم التاني. تالت خطأ معانا انك انت تخلط بين السياسه والاجراء، لان السياسه بترد على اسئله زي مين وليه وماذا هيحدث. اما الاجراء هو بيرد على سؤال كيف. يعني انت دلوقتي لما بتكتب سياسه بيبقى الهدف منها ماذا يحدث ومين هيتحمل المسؤوليه وليه حصل. اما الاجراءات هترد على سؤال كيف حصل
وكيف هنواجه الخطر ده؟ الإجراءات عبارة عن رد على أسئلة السياسة. ما احنا قلنا إن أهداف السياسة هو عدم العشوائية في اتخاذ القرارات، في تحديد الأدوار والمسؤوليات، في الإجراءات المتخذة في حالة وقوع خطر. يبقى أنت ممنوع تخلط بين السياسة والإجراء. الإجراء جزء من السياسة، الإجراء جزء من السياسة. الخطأ الرابع إنك تكتب سياسة بلغة قانونية معقدة. ما ينفعش. السياسة مفروض يفهمها، أنا آسف، عامل النظافة قبل المدير المالي، قبل المدير التنفيذي. لازم تكتب سياسة مفهومة لجميع العاملين داخل الشركة. الخطر القاتل الخامس انك انت تنشرها بدون تدريب او اقرار. لانك بالنسبة لي انت بتنزل قانون جديد. طيب لو انت ما عملتش تدريب ولا اقرار، الناس مش عارفة بيه، هتطبقه ازاي؟ ولو النهارده حصل غلط من موظف هيقول لك انا ما اعرفش حاجة، ما اعرفش احل المشكلة دي، ما حدش قال لي حاجة. فانت مادام هتنزل سياسة جديدة او سياسة عموما، لازم ببساطة خالص الناس تبقى عارفة بيه وتاخد عليهم إقرار ويحصل لهم عملية تدريب ووعي وإدراك بالسياسة. ودول الخمس أخطاء القاتلة في كتابة السياسات. طيب، إيه أفضل نموذج لو أنت أول مرة هتكتب سياسة؟ يعني أنا دلوقتي في الشركة، لسه شركة ستارت اب، وهكتب لها لأول مرة سياسة. على سبيل المثال سياسة الأمان العامة، دي أول سياسة بتتكتب. فأنت لما تيجي كده قلنا أول حاجة رتب بقى اللي احنا شرحناه. دلوقتي احنا هنكتب سياسة، هنوضح اسم. اول حاجة اسم الشركة، مثلا شركة الاهرام للتكنولوجيا على سبيل المثال، مجال العمل بتاعها مجال تكنولوجي. وهنكتب لها دلوقتي سياسة امن المعلومات العامة، وهندي ترميز للسياسة، هنقول ان رقمها رقم 4 مثلا، والاصدار بتاعها الاصدار الاول، وتاريخ السريان بتاعها من مثلا 5/6/2026. بعد كده الغرض من السياسة، هنقول والله الغرض من السياسة دي هي حماية أصول الشركة المعلوماتية، بيانات، أنظمة، شبكات، من المخاطر الداخلية والخارجية، ونضمن استمرارية العمل والامتثال للقوانين. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، الهدف من أي ستاندرد أو أي معيار أو أي قانون أو أي لوائح هو عدم التأثير على استمرارية الأعمال. أنا دلوقتي هفتح شركة ليه؟ أنا كمهندس هفتح شركة ليه؟ عشان أربح. يبقى الهدف الأول والأخير والأسمى هو عدم التأثير على استمرارية الأعمال. لأن لو حصل خلل أو خطر على استمرارية الأعمال، هتأثر على الأرباح، هتأثر على أهداف الشركة. يبقى الهدف الأسمى من أي سياسة أو أي معيار أو أي لوائح أو أي قوانين هو عدم التأثير على استمرارية الأعمال. يبقى أول حاجة لازم أحدد هيكل السياسة، وأول حاجة معانا الهيدر، رأس السياسة. قلنا ان دي شركه اسمها شركه الاهرام للتكنولوجيا، ومجال عملها التكنولوجي، سياسه، وهنكتب في السياسه سياسه امن المعلومات العامه، وهنديها رقم السياسه الرقم 4 مثلا، والاصدار بتاعها الاصدار الاول، تاريخ السريان بتاعها بدءا من اليوم. تاني جزء معانا الغرض من السياسه، وهو حمايه الاصول المعلوماتيه، سواء بيانات، انظمه، شبكات، من المخاطر الداخليه والخارجيه، ونضمن استمراريه العمل والامتثال القانوني. تالت حاجة تحديد النطاق، هنحدد السياسة دي على مين. هنقول والله إن السياسة دي جميع الموظفين والمقاولين والمتدربين والزوار والشركاء من الجهات الخارجية الذين يتعاملون مع أي شيء من أصول الشركة. ما هي الشركة عبارة عن أصول، أقسام، فروع، شركة كبيرة دي كلها أصول شركة.
وعندنا في الشركات، الشركه قايمه على اصول معلوماتيه، اصول ماديه، اصول تقنيه تكنولوجيه، اصول مساعده. طيب زي ايه؟ اصول معلوماتيه زي البيانات الخاصه بالشركه، اصول ماديه زي اجهزه الكمبيوتر، زي اللابتوبات، زي كاميرات المراقبه. دي كلها اصول ماديه. عندنا اصول تقنيه زي الانظمه، زي الشبكات، زي التطبيقات. عندنا كمان اصول مساعده زي الانترنت والكهرباء، لو حصل فيهم خلل هيأثر على استمرارية الأعمال. تخيل كده حصل انقطاع في الكابل الرئيسي اللي داخل الشركة بيزودها بالكهرباء أو بالإنترنت، مش هيأثر؟ هيأثر على استمرارية الأعمال. يبقى أنت بعد ما بتحدد النطاق بتقول والله إن السياسة دي على جميع الموظفين والمقاولين والمتدربين والزوار والشركاء من جهات خارجية الذين يتعاملون مع أي شيء من أصول الشركة. تالت حاجة بتحدد المسؤوليات، مين هيعمل إيه. هتقول مثلا إن الإدارة العليا عليها الموافقة على السياسة وتوفير الميزانية اللازمة لأمن المعلومات. قسم أمن المعلومات هيطبق السياسة ويراجعها بشكل سنوي ويحقق في أي خروقات أو أي مشاكل تحصل نتيجة اختراقات. الموظفين عليهم ان هم يبلغوا عن اي حوادث امنية خلال 24 ساعة للمدير المباشر بتاع القسم بتاعهم او لقسم امن المعلومات بشكل دايركت. رابع حاجة في السياسة هي السياسة نفسها والقواعد. لازم تحدد سياسة التحكم في الوصول، سياسة نقل البيانات، سياسة العقوبات. يعني مثلا قلنا لما تيجي تكتب السياسة بتكتبها بنظام الجمل. يعني مثلا هنكتب سياسة التحكم في الوصول، فانت هتكتب كده: لكل مستخدم حساب واحد فقط، وممنوع الحسابات المشتركة، يعني منع الحسابات او منع مشاركة الحسابات او كلمات المرور نهائيا. ان كل 60 يوم او كل 90 يوم تغير كلمة المرور. طيب لو انا هكتب سياسة خاصة بنقل البيانات هكتب كده: يمنع منعا باتا تخزين بيانات العملاء على أجهزة شخصية، ممنوع نقل بيانات حساسة إلا بطريقة مشفرة. طيب العقوبات لما أجي أوثقها داخل السياسة هتكتب كده بنظام الجمل: أول مخالفة إنذار كتابي، تاني مخالفة حرمان من العلاوة السنوية، تالت مخالفة فصل فوري وإحالة المساءلة القانونية. ما ينفعش تكتب لي كلام إنشائي، تكتب بنظام الجمل. آخر حاجة هو الاعتماد، لان بدون الاعتماد انت كتبت ورقه عباره عن ورقه. لازم السياسه اللي انت كتبتها تعتمد، تاخد موافقه على السياسه من مجلس الاداره بتاريخ، بتوقيع التاريخ والوقت، وبتوقيع الرئيس التنفيذي. يبقى دي افضل نموذج لكتابه اي سياسه. فالخلاصه يا باشمهندس عماد، لما تيجي تكتب سياسه او سياسه، عايز تكتب سياسه كويسه، لازم اول حاجه تكون واضحه، قابلة للتنفيذ، عليها عقوبات متوافقة مع القانون، موقعة من الإدارة. وده ببساطة خالص إزاي أكتب سياسة.